الله يحسن عواد جماهير النادي القنيطري، الله يحسن عواد تعيش على اعصابها في كل موسم. يقول هذا هو موسم العودة، يجب ان نعود. ومتى ستعودون يا النادي القنيطري؟ يا كاك التاريخ والانجازات، يا كاك الذكريات. ورأيت في الكاك حقب من تاريخ كروي يسطع، وأسماء في الذاكرة لا زال صداها يلمع. رأيت في الكاك رمز للهوية الكروية الكل عليها يجمع، وللتاريخ عنوان كانوا فيه روح الكرة والمنبع. في قنيطرة رأيت عشقا كبيرا للكاك، المتيمون بها فؤادهم لا يشبع، ووفاء لفريقهم تربى بينهم منذ القدم. رأيت في قنيطرة جمهورا كبيرا أقل ما يقال في حقهم، هي الحقيقة التي ينكرها إلا إنسان باسمهم يتوجع. هي الحقيقة التي لا ينكرها إلا إنسان باسمهم يتوجع. رأيت في قنيطرة الحلال تاجا في مدرجات الكرة، السير فيهم مبدع نشع، بفضلهم ملاعبنا زادت تشع وتلمع، وبغياب الكاك عن القسم الأول تئن وتتوشح. يعقل 2017 انا احسبها ماشي بالسنوات، احسبها بالاشهر وبالايام وبالدقائق وبالساعات، بالدقائق وبالساعات وبالثواني، لهذا امر يتعلق بفريق كبير اسمه نادي القنيطري. المباريات اللي تمشي للقنيطره تمشي للملعب البلدي، فكانت واحده من اللحظات السعيده بالنسبه لي في مسيرتي، لاني اعرف جيدا بانه ساتابع جمهور كبير اسمه جمهور نادي القنيطري، وسأتابع فريق كبير اسمه فريق النادي القنيطري. رغم أن في السنوات الأخيرة الجماهير دائما هي من تخطف الأضواء جماهير النادي القنيطري. كيف ننسى طريقة التشجيع، إبداع إمتاع في عديد المباريات وفي كل مباريات فريق النادي القنيطري. لذلك هكذا يقولون نرجوكم أن تعودوا للمكان المستحق، أن تعودوا لمنافسات القسم الوطني الأول، أن تعودوا لقسم الأضواء، القسم الذي تخطف فيه الأضواء وتتجه له الأضواء، والأضواء لطالما كانت تسلط على جماهير فريق النادي القنيطري. من ينسى هذا الفريق؟ من ينسى جمهور النادي القنيطري؟ ولو تسألون كل الجماهير المغربية عن ربما الفريق اللي أو من الفرق اللي يتمنى المحب والعاشق للفرجة والمتعة أنه يشوفها في القسم الأول، سيقولوا لك النادي القنيطري. تقول لهم لماذا النادي القنيطري؟ سيقولوا لك التاريخ والعراقة، يقولوا لك التاريخ والعراقة، ولكن أهم شيء يقولوا لك حلالة، يقولوا لك حلالة حلاوة المدرجات، الماركة العالمية المسجلة في مدرجات ملعب القنيطرة، يعني الملعب البلدي بقنيطرة، ولا كل الملاعب المغربية وحتى القارية لا زالت تحتفظ بالذكريات الجميلة لإبداعات جماهير النادي القنيطري. جماهير حلالة والله اشتقنا لهم كثيرا، والله اشتقنا لهم كثيرا لإبداعاتهم والأجواء الجميلة سموها مشيتهم، ومن بين هذه الجماهير التي تكنها كامل الجماهير المغربية الحب والتقدير والاحترام هي جماهير النادي القنيطري. قلت لكم محبوبون عند الجميع، محبوبون عند الجميع في ظل ما قدموه من إبداع وإمتاع. صحيح هذا الموسم أقول بأن الأمور حسمت بالنسبة لفريق النادي القنيطري، فقد كل الأمل من أجل العودة للمكان المستحقة، للمكان التي تليق بقيمة العريق، بقيمة الكبير، بقيمة التاريخ لفريق النادي القنيطري. النادي القنيطري بين الأمس واليوم كما يقال أشياء كثيرة تغيرت. النادي القنيطري ذلك الفريق الذي كان يرعب، الذي كان يقدم مستويات كبيرة، الفريق الذي كان ينافس على اللقب اليوم يعاني في بطولة القسم الوطني الثاني. قلت بعد جيل السبعينات، بعدما قلت تألق السبعينات والثمانينات، الفوز بعديد الألقاب، احتلال المركز الثاني بطولة 79 و 85، الفوز بكأس العالم سنة 1961، لعب نهائي كأس العالم سنوات 69 76 91، وأصبح بذلك أول فريق مغربي يصل قلت سنة 1983 إلى ربع نهائي كأس إفريقيا للأندية البطلة في سنة 1984. في سنة 1984 كبلغ نهاية عصبة أبطال العرب. في 1983 النادي القنيطري إلى ربع نهائي كأس إفريقيا للأندية البطلة، هذا تاريخه
وهذه أرقامهم وهذه إنجازاتهم. يعني النادي القنيطري كما يقال فخامة الاسم تكفي. وقلت من السبعينات ولا جيل الثمانينات ولا التسعينات. السبعينات محمد الرياض وجمعة بن خريف ومحمد سويتا الملقب بكانا، واللاعبين اللي كانوا بداوا المشوار المميز في فريق النادي القنيطري.